اهلا بكم في فيلمولوجي. 2025 كانت سنه ممتازه سينمائيا، كفايه بس تنوع الافكار والقصص اللي اتقدمت السنه دي. وبصراحه احنا محتاجين للتنوع ده عشان ارضاء كل الاذواق وعشان نفتح الباب للابداع، لان في رايي الابداع هو اهم حاجه في الفن. في فيديو النهارده هكلمكم عن افضل 5 افلام انا شفتهم في سنه 2025، وهرتب الافلام دي بالنسبه لي من وجهه نظري من الاقل للافضل، وهحب جدا انكم تشاركوني القائمه الخاصه بيكم في التعليقات. فيلا بينا. خامس فيلم معانا هو بوجونيا. بوجونيا هو اكتر فيلم مجنون في سنة 2025، فيلم من بطولة إيما ستون وجيسي بليمونز، واخراج المخرج المبدع يورجوس لانثيموس. بيحكي الفيلم عن شابين عايشين مع بعض، تيدي ودون. تيدي مهووس بنظريات المؤامرة وفاكر ان في كائنات فضائية بتسيطر على الارض عشان يحققوا اهداف معينة، وبيفضل يدور ويدور لحد ما بيقول لقريبه دون انه عرف ان مديرة شركة ادوية كبيرة هي كائنة فضائية هي كمان، وبيقول له انها من ضمن المجموعة المتخفية في الارض، وانهم لازم يتواصلوا مع الامبراطور اللي باعتها عشان يشوفوا حل. وفعلا بيخطفوها عشان يعملوا ده. من بعد خطفهم للمديرة بتبدا احداث الفيلم تتطور وبتظهر لنا تفاصيل كتير، وبنكتشف سوا ليه الشابين دول بيعملوا كده فعلا، وايه اللي مخليهم مصدقين في حوارات الفضائيين ونظريات المؤامرة دي. الفيلم مشوق جدا واحداثه مكتوبة بطريقة تشدك وتخليك عايز تعرف ايه اللي هيحصل. مع كل تفصيلة بتنكشف في الفيلم بنعرف احنا قد ايه قدام عمل جميل ومكتوب بشكل حلو قوي. كمان الاداء التمثيلي من إيما ستون وجيسي بليمونز كان اكتر من رائع، واعتقد ان اختيار إيما ستون للدور ده كان موفق جدا. رسالة الفيلم هنا كانت مهمة جدا، ورغم ان الفيلم بيتحكي في اطار بسيط الا ان الافكار اللي في الفيلم ده معقدة جدا، ونقدر نقول عنها انها افكار فلسفية بجدارة. لكن رغم كل ده عبقرية الفيلم بتكمن في توصيل الافكار دي بكل بساطة. الفيلم بيناقش افكار معقدة زي حرية الاراده ونظرية المؤامرة وانهيار البشرية، وبيعمل ده بسلاسة غريبة ما شفتهاش في فيلم قبل كده. لو لسه ما شفتش الفيلم ده فروح اتفرج عليه دلوقتي وعلى ضمانتي. رابع فيلم معانا هو فيلم الغموض والرعب ويبونز. قصة الفيلم بتتكلم عن مدرسة مسؤولة عن فصل فيه 2 و17 دقيقة بالظبط، وبنخوض رحلة بحث عشان نعرف الأطفال دول راحوا فين ومين المسؤول عن كل ده، وليه خرجوا من بيتهم بالشكل الغريب اللي كاميرات المراقبة سجلته ده، واشمعنى خرجوا كلهم في نفس الوقت. بالإضافة لسؤال بيفضل قدامنا طول الفيلم، ليه كلهم اختفوا ما عدا واحد. كل الأسئلة دي الفيلم بيطرحها بذكاء وبيعالجها بشكل ممتاز بالنسبة لكونه فيلم غموض على طريقة الفصول، واختيار الطريقة دي كان موفق جدا في فيلم فيه لغز وجريمة زي فيلمنا. حسيت وانا بتفرج على كل فصل اني باخد اقوال كل شخصيه اسمها مكتوب على الفصل، وبدات اربط التفاصيل ببعض عشان اوصل لحل اللغز. ربط الفصول ببعض والانتقال من فصل لفصل كان معمول بطريقه ذكيه جدا مخلياك ما تحسش باي ملل. الطريقه دي مش هتخليك تحس انك اتفصلت او انك بتشوف كذا فيلم في بعض. وبالنسبه للتمثيل حابب اقول ان جوش برولين عامل هنا دور الاب الغاضب والمقهور بشكل عبقري. جوش خلاني اندمج معاه واعيش احداث الفيلم واتاثر بيه. صدقوني فيلم ويبونز هيعجبكم لو لسه ما اتفرجتوش عليه، لانه مختلف عن اي حاجه شفتوها قبل كده. رقم 3 معانا وهو فيلم الرعب سينرز. ورغم ان ده تصنيف الفيلم الا انه مش مجرد فيلم رعب عادي. سينرز بيحكي قصه مرعبه مرتبطه باسطوره بتتقدم بشكل عبقري في اول الفيلم، وجوه القصه المرعبه دي فالفيلم عايز يقول حاجات كتير هنفهمها جوه الفيلم. بيحكي الفيلم قصه اخين سموك وستاك اللي بيسيبوا بلدهم بعد ما بتحصل مشكله كبيره هنعرفها على مدار الفيلم. سموك وستاك بيكون معاهم ثروه ضخمه وبيكونوا عايزين يعملوا حانه موسيقيه ويعملوا افتتاح قوي يعرف الناس على المكان بتاعهم، واحداث الفيلم بتدور في يوم الافتتاح وبنعيش معاهم رحلتهم وهم بيجهزوا لده. طبعا انت قاعد بتسمع القصه ومستغرب ازاي فيلم زي ده متصنف انه فيلم رعب. الحقيقه ان ده جزء من جمال الفيلم. الاحداث المرعبه هنا مش بتظهر من اول الفيلم، لكن الكاتب بيمهد لها وبيفرش قصادها الطريق واحده واحده. الكاتب بياخد وقت طويل عشان يمهد للقصه، لكن جمال الفيلم هنا مش هيخليك حاسس بملل ولا مستعجل على الاحداث المرعبه دي انها تظهر. الكاتب قرر يطبخ لنا الرعب على نار هاديه عشان يطلع بالشكل اللي هنشوفه على مدار الفيلم. في الفيلم واثناء مواجهه الخطر اللي بيظهر قدام الاخين فهم بيكونوا خايفين من خطر تاني من ساعه ما اجروا المكان، والخطر ده هم جماعه عنصريه بتضطهد الامريكان من اصول افريقيه. وهنا بيبقى قدامنا حبكتين في الفيلم، حبكه الفيلم المرعبه وحبكه العنصريه اللي الفيلم جاي يشاور عليها بذكاء. ورغم ان الفيلم مكتوب حلو جدا ومعمول بشكل جميل، الا ان اللي خلاني اعتبر الفيلم ده من افضل الافلام اللي شفتها السنه دي هي الموسيقى اللي في الفيلم. الفيلم مش فيلم موسيقي بيدور حوالين الموسيقى، لكن في نفس الوقت الموسيقى فيه مش ضيف شرف عابر. الموسيقى هنا هي بطل من ابطال القصه، متوظفه بشكل جميل بيخلي الفيلم مختلف عن اي فيلم رعب شفته قبل كده. لو لسه ما اتفرجتش على سينرز فلازم تعمل ده في اقرب وقت وتعمل لايك برضه. وتاني فيلم معانا هو فيلم من السينما الاسيويه. المخرج العبقري بارك تشان ووك اللي اخرج لنا تحف فنيه كتيره زي اولد بوي وهاند ميدن وديسيجن تو ليف، بيرجع لنا في 2025 بتحفه فنيه اسمها نو اذر تشويس.
لا خيار آخر. فيلم عظيم عن الحياة ومعاناة الإنسان بمبادئه المتجذرة فيه وطموحه اللي طاير في السماء من غير حدود، والقالب اللي الكاتب بيقرر يحكي فيه قصته هو قالب عبقري. صناع العمل اختاروا يوصلوا رسالتهم ويتكلموا عن كل المعاني العميقة والجميلة اللي في الفيلم عن طريق قصة بسيطة وسهلة، لكن رغم سهولتها دي إلا إنها عبقرية ومكتوبة بشكل كويس أوي. نقدر نقول السهل الممتنع. قصة الفيلم بتحكي عن موظف بيخسر وظيفته اللي قضى فيها 25 سنة من حياته، وده بيهدد وضعه ووضع أسرته المادي والاجتماعي، ميكونش قدامه حل تاني غير إنه يشوف وظيفة تانية. وهنا بتظهر العقدة في الفيلم، لأن بيتقدم للوظيفة دي كذا شخص غيره وبيكونوا أكتر كفاءة منه، وبيقرر بطل فيلمنا إنه لازم يشوف حل ويبعدهم عن الوظيفة دي بأي ثمن، لأن زي ما عنوان الفيلم بيقول no other choice، مفيش حل تاني. الفيلم بياخد الطابع الكوميدي لكنها كوميديا سوداء، كوميديا بتسخر من المشاكل اللي بنعيشها دلوقتي بسبب تطور الذكاء الاصطناعي والآلات، وبياخد معاناة الإنسان وبيبروزها بطابع درامي قوي جدا. فيلم نو اذر تشويس مفهوش لحظة ملل واحدة، وأداء الممثلين كان جميل لدرجة تحسسك إنك عايش جوه القصة فعلا. لو بتحب السينما الكورية فالفيلم ده معمول ليك، ولو مش بتحب السينما الكورية أو لسه جديد عليها فالفيلم ده هيخليك تحبها. الفيلم ده هيعرفك قد إيه الكوريين شاطرين قوي في إزاي يحكوا حدوتة حلوة وفيها رسالة. صدقني الفيلم ده تجربة حلوة ما ينفعش تفوتك. واخيرا مع افضل فيلم شفته في سنة 2025 هو فيلم فرانكشتاين. فيلم فرانكشتاين هو بالنسبه لي افضل افلام السنه واكتر فيلم استمتعت وانا بشوفه. الفيلم مش مجرد اعاده ممله للقصه اللي كلنا عارفينها عن دكتور بيخترع وحش بيدمر الدنيا، لا خالص. الفيلم ده هو افضل معالجه ممكنه للروايه في شكل فيلم سينمائي، وسواء قريت الروايه او لا، ومهما كنت شفت من افلام اتعملت على القصه دي، فصدقني لازم تتفرج على فرانكشتاين. الفيلم ده تحفه فنيه متكامله. كفايه ان الفيلم ممتع بصريا من اول لقطه لحد مشهد النهايه، وتحس كده ان كل حاجه معموله صح في الفيلم. الفيلم بيحكي قصة فرانكنشتاين بشكل مختلف تماما. كفاية ان الفيلم مقسوم نصين، نص هنسمع فيه القصة من الدكتور اللي صنع الوحش، والنص التاني هنسمع فيه القصة من جانب الوحش نفسه. وده لوحده كفيل يخلينا نسأل نفسنا يعني ايه وحش ويعني ايه انسان، وهل الموت لعنة بتنتهي بيها حياة البشر ولا هو جزء طبيعي وضروري من الحياة دي؟ وبجانب الاسئلة اللي بيطرحها الفيلم، ففيلم فرانكنشتاين هو اكتر فيلم قدر يوصل لي المشاعر دي من غير ما احس ان هو مبتذل. انت هتلاقي نفسك حاسس بالخوف والحزن لوحدك من غير ما الفيلم يحاول يطلع منك ده بشكل سخيف. وبالنسبه للتمثيل فالصراحه مش عارف اقول ايه عن الممثلين اللي قدروا يعيشون التجربه بالشكل الجميل ده، وايه اللي اوسكار ايزاك بيعمله ده بجد. شخصيه والصراحه اداء تمثيلي يستحق الاوسكار بدون مبالغه. كمان اداء جيكوب إلوردي كان بالنسبه لي فوق الوصف. حسيت اني شايف قدامي مخلوق اشبه بالانسان فعلا، وقدر يوصل لي كميه رهيبه من المشاعر من غير ما احس انه بيمثل او مصطنع للحظه واحده. كمان عجبتني فكره اننا بنبدا الفيلم بالعكس. فيلمنا بيبدا من نهايه الاحداث تقريبا، وبيتحكي بفلاش باكس، وكل شويه بنرجع للحظه اللي الشخص بيحكي فيها قصته. الموضوع ده حسسني ان الشخص قاعد بيحكي لي قصته فعلا، وده اداني احساس اكتر بانها حاجه حصلت وحقيقيه. بجد فكره عبقريه خلت الفيلم يلمسني اكتر. بالنسبه لي فرانكنشتاين هو فيلم السنه بلا منازع. وانت ايه فيلم السنه بالنسبه لك؟ قول لنا في التعليقات. سلام.